الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم أما بعد، فمن أعظم نعم الله على العباد نعمة الماء. هذا الماء الذي نعيش منه، فهذا الماء منه نأكل ومنه نشرب ومنه نزرع، وخلق الإنسان من هذا، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو ربنا نزل الماء مالح حد يقدر يغيره؟ أبدا، استحالة. نزله لك عذبا فراطا، ولذلك قال أهل العلم إن الماء ذكر في القرآن الكريم 63 مرة. لما يذكر بهذا العدد لازم الإنسان يقف عنده يتأمل ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكروا بهذا العدد. قالوا الماء يتكون من هيدروجين وأكسجين. الهيدروجين مادة مشتعلة، والأكسجين مادة تساعد على الاشتعال، فاجتمعا معا فأصبح ماء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أصل المية نار، ولذلك لما ربك سبحانه وتعالى يأذن بزوال الدنيا يرجع الماء إلى خاصيته. وإذا البحار فجرت وإذا البحار سجرت، يبقى قنابل نووية في الكرة الأرضية. ومن عظمة الله أنه لم يجعل للماء طعم ولا لون ولا رائحة. كل شيء له طعم ولون ورائحة إلا الماء، لأنه أن للماء طعما لأصبح كل شيء حلو. الماء سكري مثلا، هتيجي تغسل أي حاجة تلاقي طعمها حلو. فمن حكمة ربنا أن جعل الماء عديم الطعم واللون والرائحة. حتى فيك أنت ربنا جعل الماء آية لك أنت. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ماء الأذن مر علقا. ليه؟ حتى إذا دخلت حشرة أو أي شيء تقتله. ماء العين مالح حتى يحفظ شحمة العين، وإلا تلفت من الإنسان. أما ماء الفم فهو عذب فرات حتى يستسيغه الإنسان. ولذلك لما دخل ابن السماك على هارون الرشيد أمير المؤمنين، ملكه من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، أمير المؤمنين يملك كل هذا. دخل عليه وهو يستسقي طالب مية، فجيء له بالماء فقال له اشرب، فشرب. قال هناك الله يا أمير المؤمنين، كم كنت تدفع لو منع عنك هذا الماء؟ كوباية الماء تدفع فيها قد ايه؟ قال أدفع نصف ملكي. قال هناك الله. ثم لما شرب قال له يا أمير المؤمنين، كم تدفع إذا حبس فيك هذا الماء؟ قال أدفع ملكي كله. قال ملكك كله لا يساوي شربة ماء. فبكى هارون الرشيد عليه رحمة الله. إن الماء من أعظم الصدقات والقرب إلى الله عز وجل. انظر إلى سعد رضي الله عنه لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم.
قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. الحافظ ابن حجر في الفتح بيقول كلمة جميلة، بيقول من أعظم القربات إلى الله سقي الماء، فسقي الماء يغفر الذنوب. إن الذي سقى كلبا غفر الله له ذنبه، فما بالك بمن يسقي مؤمنا موحدا. الكلب ربنا غفر بسبب الذنوب، بالك بالمؤمن. شوف سيدنا عثمان رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر روما فله الجنة، فاشتراها عثمان رضي الله عنه وارضاه. ليه؟ لأن بئر روما في المدينة كانت ليهودي وكان يبيعها للمسلمين، فذهب إليه عثمان رضي الله تعالى عنه فاشترى نصفها ب12,000 درهم. سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ثم جاء لليهودي فقال له إما أن تضع دلوا وأنا دلو، وإما أن يكون لي يوم وأنت يوم، فاختار اليهودي أن يكون له يوم هو له، فسبل يومه عثمان، فجاء المسلمون فكانوا يأخذون ماء يومين، فقال له اليهودي أفسدت علي بئري، فاشتراه نصف الآخر ب800,000 وجعلها صدقة للمسلمين. إلى الآن ما زالت بئر روما في المدينة المنورة تدر حسنات على عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. يا أخي ده في الحديث القدسي ربنا بيقول لك كده: عبدي استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلو سقيته لوجدت ذلك عندي. قال أهل العلم وهو من أعظم القربات إلى الله عز وجل، لأن الحسن ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله عز وجل. فالماء نعمة فحافظ عليها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله. الماء ليس من كسب أحد، وهبه الله تعالى للعباد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في 3: في الكلى والماء والنار. الكلى اللي هو العشب اللي بيطلع في الجبال، ده ما حدش يملكه، بتاع ربنا سبحانه وتعالى، الكل فيه سواسية. والنار والماء، لأن الماء ينزل من عند الله عز وجل، فلا يحق لأحد أن يمنع هذا الماء. ولذلك توعد النبي عليه الصلاة والسلام من يمنع الماء بعذاب من عند الله عز وجل. فقال في الحديث 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. منهم الذي يمنع فضل الماء، اللي بيمنع المية. ربنا يقول له يوم القيامة ايه؟ اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تصنع يداك. يعني لا يجوز أنهار من أنهار الدنيا إن واحد يسد عليها ويقول لك ده حق. لا، الناس فيه سواء. هؤلاء توعدهم الله عز وجل بعذاب من عنده. وترى آيات الله في كون الله، من يمنع هذا لابد أن ينتقم الله تعالى منه. فلهذا ينبغي على العبد أن يحافظ على هذا الماء حتى وإن كان على نهر جار. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.